مشاهدينا الأعزاء، كاميرات التلفزيون بتنتقل إلى استوديو رقم 38 بالإذاعة. هنشوف مع بعض جزء من بروفات المسلسل الجديد اللي بيذاع في إذاعة الشرق الأوسط طوال شهر رمضان. المسلسل هو أشياء لا تباع، إخراج سمير عبد العظيم. ألو؟ أيوة يا فندم. تليفون عشانك يا بابا. مين يا عواطف؟ وات؟ شيري بلاش قوي كده، بلاش قوي كده، خدي بالك. ألو؟ أيوة يا فندم. تليفون عشانك يا بابا. مين يا عواطف؟ واحدة ست. ست. اتفضل. الو. يا ترى فاكر صوت مين ده؟ ايوه، الشقه لسه في التشطيب. شقة ايه اللي بتكلمني عليها؟ ده انا بقول استاذ سمير. اهلا. كل سنه وانت طيب. طيبة. دلوقتي مسلسل السنه دي اسمه ايه؟ اسمه اشياء لا تباع. طب الجمهور اتعود يلتقي بيك في إذاعة الشرق الأوسط كل سنة في شهر رمضان ومسلسل جديد. الحقيقة السنة اللي فاتت خليت نقول بالجمهور افتقدك جدا لما لقاك ما قدمتش المسلسل بتاع رمضان اللي فات، ليه؟ هو أنا يعني حبيت أراجع نفسي عشان يعني أحاول أقدم أحسن. يعني كانت مجرد مراجعة؟ يعني راحة كده سنة عشان أحاول أقدم أحسن يعني. طب خلال السنوات اللي فاتت كانت كلها مسلسلات بتكتبها وبتخرجها. مظبوط. هل السنة دي نفس الحكاية؟ لا، السنة دي كاتبها الأستاذ كمال إسماعيل، يعني عجبتني فحبيت أخرجها يعني. هل نقدر نعتبر يعني إن فترة المراجعة اللي فاتت كان معناها إنك بتحاول تاخد نص لحد تاني، ولا دي جت كده بالصدفة؟ لا، هو انا السنه دي اشتغلت كتير، وما دام لقيت نص كويس عجبني خلاص يبقى ليه لا يعني. مش احسن انك يعني متهيألي من ارائك دايما اللي كنت بتقولها ان لما يكون الواحد هو اللي كاتب النص وبيخرجه بيبقى حاسس بيه اكتر؟ طبعا هو لما يبقى اساسا مؤلف وهو اللي بيكتب ده طبعا بيبقى حاسس بيه اكتر، لكن برضه لما يبقى مخرج ويعتز بمهنته ممكن يحس بس من الخارج للداخل. يعني يتبناه ويشعر بيه الى ان يصل طالع من داخله. طب استاذ سمير عبد العظيم، يمكن اكتر اعمالك اتحولت بعد كده لافلام سينمائيه. مظبوط. هل تتصور، طبعا احنا بنسبق الامور، لكن بما ان في نص عجبك وبتقوم باخراجه وهتقدمه في رمضان بعد غياب سنه، هل تتصور النص ده او المسلسل ده ممكن يتحول لسينما؟ ضروري ان شاء الله، افتكر يعني. ضروري ان شاء الله. طب لو قلنا اشياء لا تباع، ايه المقصود بيها؟ هو فلسفة الرواية اللي أنا يعني بركز عليها إن الإنسان ممكن يتعجل مكسب أو شهرة أو نجاح، وقد يسلك طريق غلط، وبعدين يكتشف إنه لو كان صبر شوية صغيرين كان حقق نفس النجاح ويمكن أكثر، بس من غير ما يغلط ومن غير ما يتجاوز، ويبقى ساعتها نجاح حقيقي ومكسب حقيقي وعايش في امان وعايش في راحه تفوق بكتير جدا من انه سلك المسلك الغير طبيعي. ايوه جاي اهو. اهلا يا بيه. لا، هو اصله اهو جاي اهو. ايوه جاي اهو. ايوه جاي. اهلا يا بيه. انت فين يا بيه؟ انا مستعد ارجع الفلوس اللي خدتها. هو دخول الحمام زي الخروج. بص بس عارف همس كده اصلا بيعملوا مؤامره. انا مستعد ارجع الفلوس ده مستعد ارجع الشغل بقى. دخول الحمام زي الخروج. انا مش ناوي امشي في السكه دي. برضه من تحت يا ملك يعني. انا مش ناوي امشي في السكه دي. بعد ايه؟ هو الشغل معاكم بالعافيه؟ وطي صوتك يا بيه. انا ما عملتش حاجه تودي ده. انا اسمع معاك. بفكر على كويس. وبعدين ماشي كمل. ضميرك ضميرك بياكلك. معلش انا هطلبكم 5 دقايق. اولا كل سنه وانتم طيبين. يعني انا عايزه كده بقى هلف عليكم بالدور. مدام سميحه، دورك ايه في المسلسل؟
دوري واحدة ست دايما يعني طيبة، وفي النهاية في النهاية بينتصر الخير. ومش عايزة أقول أحداث كتير علشان ما نحرقش المسلسل. بالنسبة سؤال واحد تاني، دورك بادي من أول حلقة ولا من الأدوار اللي بتبتدي في النص؟ لا، أنا لازم أبتدي من الأول. الأستاذ فريد كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب. دورك إيه؟ يعني برضو نص. لا مش مطلوب الحرق، بس يعني احنا لسه فاضل لنا يعني اكتر من اسبوع على رمضان. فبرضو الناس عايزه تعرف في ايه، في اشياء لا تباع. لا هو راجل يعني بنى نفسه بنفسه، كان بسيط جدا وبعدين اختنى مره واحده. وبيبقى فيلن شويه وبعدين بيرجع يبقى طيب، ومش هقول الحكايه. فيلن قوي ولا نص؟ لا نص نص نص. وبيلحق نفسه في الاخر؟ بيلحق نفسه في الاخر. بالعقاب ولا هو بيفوق لوحده؟ لا هو بيفوق لوحده. الحمد لله. الحمد لله. استاذ وحيد. ايوه. سؤال معروف طبعا. دورك. انا فيلن قوي في الحلقات. شرير قوي يعني. كالمعتاد في مسلسلات تانية طبعا. انا الدور مخوفني جيت الحق يعني. مرتبك جدا، وخاصة قدام الملك يعني. قدام الملك، لكن فيلم من الاول للاخر؟ من اول نص للاخر يعني. من النص ونهايتك ان شاء الله؟ نهايتي غير طبيعية. مدام نجوى. كل سنة وانت طيبة. دوري الحقيقة دي أول مرة بلعب الشخصية دي، ودوري دور هو مفروض نجمة في كازينو وجاسوسة بس. شيرين نقول لك كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة. اعتقد انت اللي ممكن تدينا تفاصيل اكتر عن المسلسل. لا هو في الحقيقة انا اول مرة اشتغل في الاذاعة، بس مش هقول حاجة خالص يعني. خايفة من المسلسل؟ لا انا خايفة من الدور اصلا. طب قولي لي دورك. انا سامعة كده في جزء من البروفا بابا بيندهلك وبيقول لك ماما اتقتلت وانت مش عارفة صاحية من النوم. انت لا ما حصلش. احنا صورناه زعل. لا هو انا بنت جامعية وبنت الاستاذ فريد شوقي، وعايشة في صراع كده وبس. صراع بينتهي على كويس ولا وحش؟ كويس. استاذ جميل كل سنة وانت طيب. وانت طيب. قول لي دورك بقى. انا دوري انسان غامض جدا. كلنا من مصر. غامض مش مصرية غامض دي. وبعدين بس انا مش عايزة رد غامض من فضلك يعني. لا لازم اقول لك رد غامض. ده غامض. يعني مدام نجوى قالت جاسوسة، فانا مضطر اقول انا كمان جاسوس. طب اسمك ايه في المسلسل؟ ميكائيليان. خواجة بقى. قوله تاني. ميكائيليان. بالمناسبة مدام نجوى اسمك ايه في المسلسل؟ ليلي. طبعا لو قلت لك النهاية ايه فمعروفة. بالنسبة لي وحشة قوي. مشاهدينا الأعزاء، بهذه الفقرة بنصل لنهاية مجلة التلفزيون، فشكرا لكم وإلى اللقاء في عدد قادم بإذن الله، وتصبحوا على خير.